بسم الله. قبل ما تسمع القصة دي تسأل نفسك سؤال واحد بس: هو انت مؤمن ان في جثث بتتحرك وهي في المشرحة؟ التليفون رن، مش في نص الليل ولا في عز الشغل، لأ، في أول يوم سحور قبل رمضان. صوت مدير المشرحة قال لي بهدوء مرعب: يا تامر، النهاردة تكون عندي في المشرحة. الكلمة دي لوحدها كانت كفاية تخلي قلبي يقف، لأن المشرحة دي كان في جثة اتحركت وهي ميتة، جثة اتحرقت. بيقولوا إنها اتحرقت بفعل فاعل، وبيقولوا إن الفاعل ده مش من الإنس. أول ما الكلمة دي اتقالت النور قطع. صدفة ولا تحذير؟ عربية الإسعاف وصلت، واللي كانوا راكبين ورا مع الجثة نزلوا ميتين. حراسة مشددة، أوامر عليا، ناس تقيلة بتوصي، وأنا واقف لوحدي قدام باب أوضة وراها ضلمة وجثة مش ساكتة. صوت خبط، تلاجة بتتفتح، دخان بيطلع من تحت الباب، ومحاولة فتح من جوه مش من بره. وفي اللحظة اللي فهمت فيها إن اللي جوه مش عايز يفضل جوه، كنت أنا بجري بره المشرحة وسايب ورايا مكان مفروض الميت فيه ما يتحركش. دي مش قصة خيال، دي شهادة واحد اشتغل 5 سنين في مشرحة وشاف كل حاجة إلا الليلة ديت. اسمع للآخر، لأن الجثة ديت ما كانتش آخر حاجة شافها، دي كانت بداية اللعنة. ويلا بينا بقى علشان ندخل في السهرة بتاعت النهاردة على طول. حضر للطقوس اللي احنا متعودين عليها، سماعتك وقهوتك، واجهز علشان سهرتك. التليفون بيرن، كان مدير المشرحة اللي أنا شغال فيها أمن. استغربت جدا إنه بيكلمني في يوم الأجازة بتاعي، وكمان كان أول يوم سحور علشان كان أول يوم رمضان بكرة يعني. فتحت عليه وقال لي: ألو يا تامر، النهاردة تكون عندي في المشرحة. اتفاجئت باللي قاله، ده أنا بستنى اليوم ده. رديت وقلت له: إزاي يا دكتور أشرف، ما أنت عارف إن أجازة النهاردة وكنت عايز أتسحر مع مراتي والعيال. معلش يا تامر، الأمر طارئ ومحتاجك، وهعوضك مكان اليوم ده بأسبوع بحاله أجازة. تمام يا دكتور، تمام اللي حضرتك تشوفه، شوية وهكون عندك. دخلت أخدت دش ولبست ونزلت ركبت العربية بتاعتي ومشيت في طريقي للمشرحة. ولما وصلت المشرحة رحت للدكتور أشرف، لقيته كان جامع كل الدكاترة وكأن في مشكلة كبيرة حصلت. أول ما شافني نده عليا وفضل الاجتماع. قلت له: إيه يا دكتور، حصل إيه؟ سمعت عن الجثة اللي اتحركت جوه الحمام؟ هو أنا بس اللي سمعت عليها يا دكتور، دي الناس كلها عرفت بتتكلم على الجثة دي واللي حصل لها. الجثة دي هتكون في المشرحة ديت النهاردة، ولازم يكون عليها حماية مشددة لأنها خاصة بناس كبيرة وموصين عليها جدا. جسمي اترعش فجأة وقلت له: انت بتقول ايه يا دكتور؟ انت عايزني احرس الجثة ديت لوحدي؟ لا، ما هيبقى معاك واحد تاني من الامن، بس انت الوحيد اللي بتطمن لما بتكون موجود في الامن. يا دكتور، انت عارف ايه حكاية الجثة ديت واتحرقت ازاي وليه؟ حسيته انه عارف، لكن هو اتكلم وهو بيحاول يكذب عليا. لا معرفش، بس هي اتحرقت عادي يعني. لا مش عادي يا دكتور، اقولك اللي الناس بتقوله وكمان قنوات التلفزيون اكدته، الجثة اتحرقت بفعل فاعل يا دكتور. لا ومش كده وبس، ده بيقولك كمان ان الفاعل ده مش من الانس. واول ما قلت الكلمة ديت كهرباء قطعت فجأة. بصراحة حسيت بخوف شديد جدا ومش مستريح، وبالذات بعد ما الكهرباء قطعت وانا بتكلم في الموضوع ده. بس ده ممكن يكون عادي يعني. شغلت مكنة الكهرباء الاحتياطية. الدكتور قال لي: ما تصدقش الكلام ده، وبعدين افتكر ان احنا داخلين على الشهر الكريم، يعني مفيش الكلام ده، وافتكر كمان ان في مكافأة اسبوع اجازة. قعد يقنعني لحد ما وافقت، بس كنت حاسس بخوف اول مرة احس بيه، لان انا شغال امن المشرحة بقالي 5 سنين، وكانت بتيجي جثث محروقة ومتقطعة وما كنتش ببقى خايف ولا حاجة.
بس المرة دي إحساس الخوف كان موجود، وكأن قلبي كان بيحذرني من حاجة هتحصل. الجثة وصلت المشرحة بعد ما في حاجة رهيبة حصلت في عربية الإسعاف اللي كان فيها الجثة. لقيوا الاتنين بتوع الإسعاف اللي بيركبوا ورا مع الجثة، لقيوهم ميتين بسكتة قلبية. الدكتور قال إنهم شافوا حاجة وقفت قلبهم فجأة وما قدروش يستحملوا المنظر. أنا بعد اللي سمعته سبت المشرحة ورحت جري على البيت، لقيت التليفون بيرن تاني. كان الدكتور أشرف. طب رد بقى ولا أعمل إيه في الراجل ده؟ قال لا أنا مش عايز أروح. هروح فين يا عم؟ غصب عني لقيت نفسي برد، لازم أقدره. إيه يا تامر فينك؟ في البيت. بصراحة يا دكتور أنا مش هقدر أعمل اللي بتقول عليه ده بعد اللي حصل. يا تامر اللي حصل للممرضين بتوع الإسعاف قضاء وقدر عادي يعني. قلت له الاتنين في مرة واحدة يا دكتور؟ الاتنين قضاء وقدر وتقول لي عادي؟ ياك أجازة شهر كامل بعد ما تخلص مهمتك. أي خدمة يا عم. بصراحة أنا كنت عايز الشهر الراحة، ووافقت من غير ما أفكر ولا أتكلم ولا أي حاجة. رحت المشرحة وقعدت حارس قدام الغرفة اللي فيها الجثة. الاتنين اللي كانوا معايا كانوا نايمين، وأنا اللي كنت صاحي من القلق والخوف، حاسس بحاجة هتحصل. كنت ببص على ازاز باب الغرفة اللي هو مش مبين اي حاجة غير ضلمة. كنت عايز ادخل الحمام. صحيت واحد من الاتنين اللي معايا يقف مكاني لحد ما ادخل الحمام. ولما دخلت الحمام بعد ثواني بالظبط سمعت صوت صريخ واستنجاد من فرد الامن. وفي لحظة ما سمعت الصريخ نبضات قلبي بقت سريعة جدا. خرجت جري من الحمام بسرعة علشان اشوف ايه اللي بيحصل. اتصدمت من اللي شفت. لقيت فرد الأمن اللي وقفته مكاني لما رحت الحمام واقع على الأرض وفاقد الوعي. ولقيت فرد الأمن اللي كان نايم قاعد وضامم رجليه وحاطط إيده على وشه وبيقول وهو عمال يعيط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبيردد كذا مرة. فضل يكرر الآية. جريت عليه وقلت له إيه اللي حصل؟ مردش عليا وفضل يعيط ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان باصص ناحية باب غرفة الجثة. كلمت الدكتور أشرف وحكيت له على اللي حصل، وبعد شوية وصل. اللي صدمني هنا وخلاني اترعبت إن فرد الأمن اللي كان واقع على الأرض مات. هنا تفكيري اتشتت وقلبي حسيته وقف أول ما سمعت اللي قاله الدكتور لما كشف على فرد الأمن. قلت للدكتور أشرف معلش يا دكتور أنا همشي، وأرجوك بعد اللي حصل ده أنا مش هقدر أكمل. الجثة دي وراها حاجة مش طبيعية، الجثة دي وراها لعنة يا دكتور. يا تامر مش انت اللي تقول كده، ولا تخاف من حاجة تافهة زي كده، انت اجمد من كده بكتير. حسيت انه بيثبتني بالكلام بتاعه. قلت له يا دكتور يعني بعد اللي حصل ده وهو برضه مش مصدق. الجثة دي يا دكتور بيقولك بصراحة كده ومن الاخر ان الجن غضب عليها فحرقها جوه الحمام. وبيقولك قبل ما الجثة تموت كانت بتواجه صعوبات كتير وكانت برضه من الجن. يا تامر يا حبيبي كل الكلام اللي بتقوله ملهوش أي صلة بالحقيقة. هنصدق الجهل يعني والخرافات ديت ونسيب العلم؟ وبعدين الجثة ديت آخرها الليلة دي وبعد كده هتدفن. ويا سيدي ديت آخر مرة هقولك فيها أقعد، إن حصل حاجة تاني يبقى أمشي. وبعدين أنا مش عايزك تنسى الشهر الأجازة. مش عارف ليه وافقت برضه زي كل مرة. قعدت حراسة وقلت ديت آخر ليلة وهتعدي إن شاء الله. بس المرة دي قعدت أحرس الغرفة بتاعت الجثة لوحدي. كنت جايب السحور معايا. حطيت السحور ولسه هبدأ آكل سمعت صوت خبط في الغرفة. أول ما سمعت صوت الخبط قلبي وقف وسبت اللي كان في إيدي ووقفت على حيلي. كنت بحاول أسمع صوت الخبط ده وقربت من الباب. كنت سامع صوت تلاجة بتتفتح من التلاجات. جسمي ما كنتش عارف أسيطر عليه بصراحة، وقلبي بيدق جامد. وفجأة الصوت سكت. قعدت شوية بتصنت إن كان في صوت تاني، لكن ما كانش فيه أي صوت. قعدت تاني علشان أتسحر بس برضه قلقان. فجأة لقيت حد بيحاول يفتح الباب من جوه وبيحرك أكرة الباب، ولقيت دخان خارج من تحت الباب. في اللحظة دي ما حسيتش بنفسي غير وأنا بجري بأقصى سرعة عندي وبخرج من المشرحة. ولاحظت وأنا خارج بدخان كتير خارج من المشرحة. روحت البيت وقفلت الباب وكنت حاسس إني بردان وجسمي بيترعش.
ومراتي كانت بتغطيني وبتسألني عن اللي حصل. قعدت شهر كامل، بس مش أجازة، ده أنا سبت الشغل كله، بس قعدت شهر كامل في البيت خايف أخرج. وكانوا بيجيبوا لي شيوخ وبيقولوا عليا إني ممسوس. كنت بشوف في الغرفة بتاعتي جثة محروقة، كنت كل يوم بصرخ لما كنت بشوفها. حسيت إن الجثة واللعنة اللي وراها مش عايزين يسيبوني. ويمكن دلوقتي بقيت كويس شوية، لكن إحساس الخوف لسه موجود. لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وتكتبوا لنا رأيكم في القصة. تصبحوا على خير.